سلام. اليوم غادي نحضروا 3 تشكيلات من الحلويات الصحيه واللذيذه بمكونات طبيعيه وشكل كيشرف. يلا نبداو. اول وصفه عندنا معلكه القرقاع، فيها 2 كيسان قرقاع مطحون، كاس لوز حتى هو مطحون، قبيصه ديال الملحه، كاس سكر التمر، عندنا معلقه كبيره ديال الكاكاو الخام، 7 غرام خميره، ونخلطوا النواشف مزيان حتى يتجانسوا لينا. ملعقه كبيره زبده حيوانيه بدرجه حراره المطبخ، مع ملعقه كبيره عاوتاني ديال العسل الحر من اجل التعليكه، ونخلطوا مزيان. ونزيدوا بيضه كامله او تقدروا تستعملوا غير بياض بيضه باش نجمعوا بها الخليط ديالنا، ونستمروا في التحريك حتى تولي عندنا واحد العجينه خفيفه وكتكون كتلصق شويه في اليد. نزيدوا ملعقتين من ماء الزهر باش نزيدوا نسموا الخليط ديالنا ويزيد يتعلك لينا ويتطلق لينا شويه مزيان. وهذا هو القوام اللي خاص يكون عندنا. ندهنو يدينا بشويه ديال الماء الزهر ونبداو نشكلوا الخليط ديالنا على شكل كويرات بهذا الشكل هذا، وغادي نفندوهم في الكوك اللي غادي يكون مطحون مزيان باش يشد لينا في المعلكه ديالنا وما يطيحش. وغادي نبدا نحطهم هكا في طاوه ديال الفران، نحطوا فوق منهم حبه قرقاع مع ضغطه خفيفه باش يعطينا الشكل المطلوب. وهكا غادي نستمر حتى نكملهم. غادي نسخنوا الفران على 180 درجه ويكون شاعل من التحت، وغادي ندخلوهم للفران باش يطيبوا. وهذا هو الشكل النهائي، معلكه ولذيذه وخفيفه. واحد التكنيك صغير، حمرت القرقاع شويه قبل ما نطحنو، هاد الحركه كتعطيه مذاق اقوى وكتنقص المروره بزاف. من بعد ما كيتحمر خاصنا نخليوه يبرد مزيان باش ما يطلقش الرطوبه ملي نطحنوه. والوصفه الثانيه معلكه اللوز، غادي نحتاجو فيها 3 الكيسان ديال اللوز يكون مطحون مزيان، كاس سكر تمر، رشه ملح، و7 ديال الغرام ديال الخميره، وغادي نحتاجو مبشور برتقاله متوسطه. وغادي نخلطوا المكونات مزيان حتى يدخل لينا داك السكر في اللوز وكاع المكونات اللي يتجانسوا مع بعضياتهم. هاد الوصفه غنيه بنكهه البرتقال وفيتامين سي. غادي نزيد ملعقه كبيره ديال الزبده الحيوانيه مع ملعقه ديال العسل الحر باش يعطينا ديك التعليكه. غادي نزيدو بيضه كامله او غير نكتفيو ببياض البيض على حسب الرغبه ديالكم. غادي نديرو عصير برتقاله متوسطه، وغادي نجمع بهم الخليط ديالي حتى يولي عندي واحد القوام اللي هو خفيف وكيلصق مع اليدين. غادي نشكلهم كويرات بهذا الشكل اللي كتشوفوه، وغادي نبدا ندوزهم في بياض بيضه، ومن بعد غادي نعاود نبدا ندوزها في اللوز ايفيلي. نبقى هكا ندي ونجيب فيها حتى يلصق لينا داك اللوز مزيان. غادي نبدا نحطهم في طاوه ديال الفران، نقادوهم بواحد الضغطه خفيفه هكا حتى نكملوا الخليط. غادي نكونوا سخنا الفران على درجه 180، وندخلوا الطاوه ديالنا للفران ونشعلوا عليها من الفوق والتحت. غير 15 دقيقه راها كافيه، ما تدوزوهاش، وكتخرج هكا مشقه وخفيفه وبنينه بنكهه البرتقال اللي كتعطي انتعاش كبير بزاف لهاد الحلوه هذه. وممكن ندهنوهم بشويه عسل باش تعطي ديك اللمعه الجميله، وتقدروا تستغنوا على هاد المرحله جدا. وكنعتذر على الوصفه الثالثه اللي ما غاديش نقدمها في هذا الفيديو بسبب عطل تقني.
هادو هما الوصفات ديالنا، حلويات صحية سريعة وكتحمر الوجه قدام الضياف. نتمنى تجربوهم وبالصحة والراحة. تهلاو فراسكم بزاف. نتلاقاو في وصفة أخرى صحية إن شاء الله.